انه اسرائيل دائما ما تعتمد على استراتيجيه الاغتيالات، وده استراتيجيه تاتي في اطار الردع التي تبحث عنه دائما اسرائيل منذ 1948، وبالتالي هي لديها تاريخ كبير جدا من الاغتيالات ومن اتباع سياسه الاغتيالات لتحقيق اهدافها ومخططاتها في يعني الوصول الى انشاء اسرائيل او انشاء دوله اسرائيل الكبرى، وده احنا شفناه منذ بدء الصراع من اكثر من 75 عام. وبالتالي ما حدث لاسماعيل هنيه وما يحدث منذ اندلاع يعني الأزمة الراهنة والحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ليس ببعيد وليس غريب أيضا على إسرائيل، لكن الحدث مهم جدا لأنه له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى هو أنه نتنياهو كان موجود في الكونغرس الأمريكي، ودائما أمريكا ما تتبنى خطاب التهدئة وخطاب الوصول إلى اتفاق، وبالتالي بنشوف ده من خلال استراتيجية واضحة لإدارة بايدن على الأخص للعمل على إنهاء هذه الحرب. لكن فوجئنا بانه نتنياهو موجود في الكونغرس، وفوجئنا بانه هناك تصفيق حار، وفوجئنا انه هناك الكثير بيتحدث على انه يعني تلقى الضوء الاخضر من الولايات المتحده الامريكيه للقيام بهاتين العمليتين، الاولى اللي هي كانت في جنوب لبنان في الضاحيه الجنوبيه في بيروت، واغتيال الرجل الثاني يعني الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، وده كان امر كبير جدا، والكل كان يترقب ماذا سيحدث وماذا سيكون رد حزب الله. لكن بعد ساعات قليلة لا تتعدى 6 ساعات فوجئنا باغتيال اسماعيل هنية، وده القائد الأول ورئيس حركة حماس للمكتب أو رئيس حركة حماس بالنسبة للمكتب السياسي، وده موجود بشكل مباشر وله دور كبير جدا في مسار التفاوضات، وبالتالي هو قائد مهم جدا في حركة حماس. ولكن كان المفاجأة بأنه تم هذا الاغتيال وتمت هذه العملية في قلب طهران. والسؤال هنا ماذا سيكون الرد الإيراني، وما هي الرسائل التي يعني يريد إيصالها نتنياهو سواء على صعيد المشهد الدولي أو حتى المشهد الإقليمي أو حتى على مستوى عدوانه والحرب على غزة. بالفعل هذه هي النقطة أستاذ أحمد، يعني قبل أن نستعرض السيناريوهات القادمة وكيفية الرد من طهران، ولكن هنا التساؤل أيضا الذي يفرض نفسه، يعني هل إسرائيل لم تعد تخشى شيئا في المنطقة لفتح جبهات أوسع عسكريا وأيضا استهداف لقيادات في كل من أعداء، سواء كما تدعي في حزب الله وحماس هم الأعداء الآن لديها، وأنها يعني ستحارب بكل ما تملك هذه المجموعات أو الجماعات. إذا الآن المشهد أصبح يعني هناك مرحلة أبعد مما هو معتاد عليه تتوقعه في الفترة القادمة؟ هو ببساطة منذ أيضا بدء هذا الصراع منذ 1948 وإسرائيل دائما ما تعتمد على استراتيجية القوة واستراتيجية الضعف. فعندما تكون الدولة إسرائيل دولة قوية ولديها من يعني معالم القوة، ده بتشتغل على فكرة القصف والقتل والإبادة هي إنجازاتها يعني. وتحقق إنجازاتها والعمل على تحقيق أهدافها بصرف النظر عن أي شيء عندما تكون قوية. لكن عندما تكون ضعيفة وتنظر إلى المشهد بأنه هناك ضعف ما كبير يعني بالنسبة لتل أبيب، هنا تتحدث عن التهدئة وتتحدث عن المراوغة وتتحدث عن يعني الموافقة مبدئيا على فكرة حل الدولتين. لكن النظر إلى ما يحدث الآن بعد 7 أكتوبر في ظل الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل الدعم اللي هو أيضا اللامحدود من قبل دول غربية بعينها لإسرائيل ولتل أبيب في جرائمها وأعمال الإبادة اللي موجودة، وفي ظل عجز يعني مخزي للمجتمع الدولي وعدم إيقاف نتنياهو عن هذه الجرائم، أعتقد أنه إسرائيل الآن بتعتمد على فكرة أنها قوية، وبالتالي لابد أن تطبق وتنفذ استراتيجية القوة اللي هي لتحقيق أهدافها، وخاصة أنه هذه الأمور تأتي في ظل حكومة متطرفة يقودها رئيس وزراء متطرف لديه مشاكل كثيرة جدا، وهو يهرب إلى الأمام لأنه يبحث دائما عن فكرة المجد الشخصي، ويبحث دائما عن فكرة حماية نفسه من المساءلة والمحاكمة والفشل الكبير الذي لحق بحكومته منذ أو أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وبالتالي اعتقد انه اسرائيل الان تحاول بقدر الامكان ان توظف هذه الامور لصالح يعني مصالحها، وخاصه نتنياهو الذي يرغب بقوه في اطاله امد الحرب لمصالحه الخاصه اولا ومصالحه السياسيه، وايضا بهدف يعني الوصول الى يعني تحقيق اهداف اسرائيل التي لا تختلف مع اي حكومه ايا كانت، سواء كانت من اليمين او من اليسار او حتى من الوسط. وبالتالي اعتقد انه اسرائيل الان في ظل هذه الامور هي تحاول بقدر الامكان ان تستثمر في الدعم اللامحدود الخاص بالولايات المتحده الامريكيه، وان تستثمر ايضا في العجز الكبير للمجتمع الدولي، وايضا ان تستثمر في حاله الانقسام اللي موجوده في الفصائل الفلسطينيه. الفرصه الذهبيه التي هي هيئت لها الان من كافه الجوانب لانجاح خططها وانجازاتها، كما اتفقنا ان انجازاتها بهذا الشكل تتم استاذ احمد. ولكن الان ايران بالفعل فقدت قيادات لديها، وتم استهدافهم أيضا من قبل إسرائيل وبمنتهى الدقة، وأخيرا مشهد كاستهداف يعني قيادي في حماس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. بالتأكيد هي صفعة في وجه إيران الآن أن يجب أن تردها وترد اعتبارها أمام المجتمع الدولي الذي أدان بشدة هذا الحادث وهذا الاغتيال. برأيك كيف سيختلف الرد هذه المرة، خاصة أنها لم تقدم في السابق ردا كافيا عما تم لها من خسائر مباشرة؟ صحيح. الكل يعلم أن لإيران دور وظيفي يعني منذ بداية الثورة الإسلامية، وهذا لا أحد يستطيع أن ينكره على الإطلاق. هذا أمر. الأمر الثاني، لا أحد يستطيع أن ينكر أيضا أن لإيران مشروع استراتيجي في المنطقة وفي الإقليم، وبالتالي هي لها مصالح. الأمر الثالث والمهم جدا أن إيران تعتمد على تنفيذ يعني او النجاح او تحقيق انجاز فيما يخص مشروعها الاستراتيجي في فكره الاعتماد على الذرائع والوكلاء في المنطقه، وخاصه ان هي استطاعت بعد 2011 ان هي يبقى تسيطر على اكثر من 4 عواصم عربيه. لكن فكرة الرد الإيراني المتتبع للرد الإيراني هي دائما ردود رمزية. لو ذهبنا يعني قليلا إلى 2017 إبان اغتيال قاسم سليماني في بغداد، وده كان قائد فيلق القدس، ويعني أثناء بقرار مباشر من ترامب، وشفنا الرد الإيراني ما كانش على قدر المستوى، رغم أن أنت بتتكلمي عن قيادة كبيرة جدا في الحرس الثوري. هذا أمر. الأمر الثاني، خرج ترامب نفسه وتحدث عن فكرة أنه تم التنسيق وفقا لقواعد الاشتباك مع إيران، وتحدث عن هذا الأمر وأن كان هناك تفاهمات سرية بخصوص هذه الردود. الأمر الثاني، شفنا أيضا التعامل إيران منذ 7 أكتوبر والحرب إسرائيل على غزة في تعاملها مع الردود الخاصة بمثلا مقتل صالح العروري النائب الأول لإسماعيل هنية، ماذا فعلت؟ أيضا شفنا عندما تم استهداف قنصلية إيران في دمشق، ويعني تم مقتل عدد كبير جدا من القادة الإيرانيين، وشفنا ده كيف تعاملت إيران، وكان الرد أيضا رمزيا من خلال إطلاق عدة صواريخ ومسيرات ذهبت إلى تل أبيب. ثم تحدثت بعض التقارير أن هذه الصواريخ كانت لا تحمل يعني متفجرات، وبالتالي كل هذه الردود الردود هي تأتي في إطار الرمزية. نعم، إيران الآن في موقف محرج جدا، لأنه تم الاختراق الأمني الخاص لإيران، وتم يعني استهداف واغتيال شخصية كبيرة جدا، هو بمثابة ضيف موجود بدعوة رسمية من قبل إيران بشكل رسمي وموجود على أراضيها. وأيضا هي أمام إشكالية كبيرة جدا بأنه سمعتها الآن في خطر، وخاصة أمام الوكلاء في المنطقة، وبالنسبة للتأثير ده على مشروعها الاستراتيجي، وبالتالي هي تبحث الرد. لكن القارئ والمتتبع للردود السابقة لن يتوقع كثيرا. نعم. الجبهة الأخرى أيضا في جنوب لبنان، وخاصة بعد اغتيال الرجل الثاني لحزب الله فؤاد شكر، أعتقد سيزيد من الحدة لهذه الاشتباكات العسكرية، وهذا تفاقم للوضع بشكل جديد وكبير أيضا
يعني أستاذ أحمد، نعتقد أن الوضع في الساحة هنا في منطقة الشرق الأوسط لم يتحمل أو صحيح. يعني ليس في انتظار أي تصعيد آخر. كيف تقرأ ردود الفعل، وخاصة أن حزب الله بالفعل يعني تضع خسائر حقيقية في الداخل الإسرائيلي؟ هو مؤكد أن كل ما يحدث الآن هو له علاقة وارتباط أصيل بما يدور في غزة، وبالتالي مثلما تحدثت الدولة المصرية وحذرت كثيرا أنه عودة الاستقرار وعودة الهدوء لابد أن يبدأ من خلق الاستقرار والتهدئة وإنهاء الحرب ووقف القتال في غزة. هذا أمر لا خلاف عليه. الأمر الثاني فكرة اتساع الجبهات واتساع دائرة الصراع أيا كانت الأمور وأيا كانت قواعد الاشتباك المتفق عليها، هو في النهاية ينذر بنشوب حرب إقليمية الكل سيدفع ثمنها. الأمر الثالث والذي لابد أن نضعه في الاعتبار أن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح في المنطقة، وبالتالي هي تريد أن تحافظ على هذه المصالح. لكن علينا أيضا ألا نغفل أن لإسرائيل أهداف ومخططات استراتيجية من خلال وجود حكومة متطرفة تريد أن تنفذها على أرض الواقع. وبالتالي فكرة أن المنطقة والإقليم بالفعل هو موجود على برميل من البارود، نعم، قابل للاشتعال في أي وقت، نعم، ولكن الأمر هو متعلق بعودة الهدوء وعودة الاستقرار إلى غزة وإنهاء هذه الحرب. لكن علينا أيضا أن نتحدث أن جنوب لبنان وما يفعله حزب الله هو حتى الآن منذ بدء هذه الأزمة والحرب على غزة هو يأتي أيضا في إطار يعني قواعد الاشتباك المتفق عليها بين حزب الله وبين إسرائيل، وبالتالي ما شفناش اختراق بشكل كبير جدا للخطوط الحمراء المتفق عليها. لكن ليس معنى ذلك أن هذه الأمور غير قابلة للاشتعال في أي وقت، يعني ممكن قابلة للاشتعال، ولكن دائما نأمل أن لا تتفاقم الأوضاع، وخاصة أن المنطقة يعني في الشرق الأوسط والدول العربية يعني تئن في الحقيقة صحيح. منذ سنوات، ونتمنى أن يعود السلام مرة أخرى إلى هذه القطعة في العالم. بشكرك على وجودك معنا وهذا التحليل الوافي فعلا لهذا المشهد، وسنرى المستجدات في الأيام القادمة. شكرا جزيلا، نورتنا الأستاذ أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في اليوم السابع. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم على متابعتنا لهذه الحلقة. في أمان الله.